لا نرمي من هذه الشروح إلى خلق المفارقات والمغالطات، بل نسعى لتجاوز ضيق الأفق في التفكير. إننا نهدف للخلاص من مصيدة أشكال الوعي المشوه والعقائد المحرفة التي هي ثمرة من ثمار الأساليب المريضة وأغلب النظم الهرمية والدولتية. فبنيتنا الفكرية هي ثمرة الآليات الهرمية والدولتية التي تعتبر آلة للتضليل والرياء أكثر بكثير مما نتصور، علاوة على أنها أفنت تلك الآليات دون شك وقضت على العديد من الأفكار الصائبة. عالم الحيوان نظام بحد ذاته، وقد عثر بداية على النوع الممثل للخلية الحيوانية والنباتية معا. وبطبيعة الحال فالراصد الدقيق ينتبه إلى استحالة الانتقال إلى عالم الحيوان ما لم يتواجد عالم النبات، أي أن الحياة النباتية تمثل الشروط القبلية التمهيدية للحياة الحيوانية. الأهم من ذلك هو أن عالم النباتات الراقية شرط حتمي من أجل وجود عالم حيوانات راقية. فالحيوية الكامنة تؤدي إلى ظهور أحاسيس وعواطف أرقى في عالم الحيوان من قبيل البصر، السمع، الألم، الرغبة، الغضب والحب. أما انشغال الحيوان على الدوام بتأمين القوت فيستوجب البحث في ظاهرة الجوع عن كثب، حيث من السهولة إدراك الروابط الوثيقة بين الجوع والطاقة المفقودة. مرة أخرى نحن أمام العلاقة بين الحيوية والطاقة، فلدى زوال الجوع يكون الأمر الحاصل هو تخزين الطاقة المطلوبة. كما من المهم رصد الحاجة الجنسية عن قرب، فهذه الحاجة التي تفرض نفسها كرغبة جامحة تعبر عن وظيفة غايتها استمرار الحياة، وتركز الطاقة في ممارسة الجنس أيضا يدعو للتفكير بروابطها مع ديمومة الحياة. ولكن يجب عدم النظر إلى الوظيفة الجنسية كمؤثر وحيد في ديمومة الحياة. لربما كان النمط الجنسي يشكل الطراز الأكثر بدائية لأجل ديمومة الحياة، فهو يعني استمرارها كميا لا غير. إنه يفتح الطريق أمام التنوع وظهور أنماط أغنى من حياة التطور التدريجي. علاوة على ذلك فالاتصال الجنسي، الجماع، لا يمثل غريزة الحياة والتعلق بها فحسب، بل ويعني الخوف من الموت، أو بالأحرى يحمل الموت بين طياته. فكل جماع جنسي يعني الموت جزئيا، فبعض الحيوانات تموت بعد ممارسته مباشرة، والحال هذه فالتشبث بالجنسانية والتعصب لها يعني الحالة الأكثر بدائية للحياة، وهو شبيه بتحقق الموت. والتشدق بالجنسانية فقط يقوي من احتمال الموت، في حين وبقدر تحويل عملية ممارسة الجنس إلى إحياء وتعزيز لعواطف المحبة والود والجمال، بقدر ما يتم الدنو أكثر من الخلود. وما الخلود المذكور في المأثورات الفنية سوى ثمرة لهذا الوعي. كما يمكننا اعتبار التكاثر الجنسي نمطا دفاعيا، فبقدر ما تتكاثر وتتناسل تشعر أنك موجود ومستمر ومصان. سنتناول الجنسانية والتوالد التناسل في مجتمع الإنسان عن كثب، فاللذة الكامنة في الممارسة الجنسية التي تضمن استمرار الحياة بما هو أقرب ما يكون إلى تكرار لها. وتقييم تلك اللذة على أنها عشق إنما هو خطأ فادح، إذ وعلى النقيض فاللذة المعتمدة على العملية الجنسية هي إنكار للعشق. والحداثة الرأسمالية التي تقوم بإكثار ونشر الجنسوية كما السرطان إنما تقتل المجتمع باسم العشق، في حين أن العشق الحقيقي هو العنفوان الاندفاعي المحسوس من لغة نشوء الكون. قد تكون عبارة العشق هو كل ما في العالم والباقي قيل وقال تفسيرا للعشق الحقيقي، فالعشق مرتبط بتجاوز اللذة الجنسية، أو بالأصح بالرقي المتبادل في مستوى الحرية لدى الإنسان الذي يعد كائنا أخلاقيا، بينما ترتبط الشهوة الجنسية بزوال الحرية وبالثبوت والجمود المادي. الأصح هو ربط العشق الكائن بين كافة عناصر الكون، وليس فقط بين الرجل والمرأة، بانسجام الوجود وتآلفه. إن تطور الحواس والمشاعر معجزة بحد ذاتها، فمثلا كيف يمكننا شرح حاسة البصر؟ مؤكد أن البصر هو أحد أرقى عناصر الحيوية، كما لا جدال في عدم إمكانية الإبصار دون ضوء. الإبصار فكر، من المهم رؤية كل خصائص الحيوية وفي صدارتها الجنسانية على أنها شكل من أشكال الفكر. الحيوية بذاتها تعني لحد ما مقدرة المعرفة، من هنا فمقولة ديكارت أفكر إذا أنا موجود في محلها. وبصورة أعم يمكننا اعتبار دوران الكون وفق قواعد منتظمة على أنها معرفة، فالقواعد تذكر بالمعرفة، كما أن المعرفة المرتكزة إلى العين المجردة هي تطور رائع،
لذلك ندرك معنى القول: لقد خلق الله الكون لعلكم تبصرون. أما الحكم القائل بتجسد الفكر المطلق الذي نراه عند هيجل في صورة مادية ملموسة ترمي إلى معرفة الذات، فهو أيضا مرتبط بالإبصار والاستبصار، ولربما كانت الرغبة أن تبصره وتبصر هي أحد غايات الوجود. تتبدى عواطف اللذة والألم في حيوية الحيوان أيضا، فكلا الإحساسين يذكران بتباين الحياة واختلافها. فالحياة تكون مقبولة ومدركة بقدر اللذة والسعادة، وبقدر الإحساس بالألم والحزن يكون شعورنا بالحياة وكأنها لا تطاق وغير مستساغة. كلا الإحساسين مدرستان قديرتان للمعرفة والتعلم، وقيمتهما في التوعية عالية. فاللذة تعلم الكثير، لكنها قد تؤدي إلى شتى ضروب الجنون والتهور. الألم أيضا معلم كبير، ويسفر عن تقدير قيمة الحياة بقوة. فبينما تكون نهاية اللذة والسعادة قريبة جدا من الألم، فإن احتمال بلوغ الحياة السعيدة كبير أيضا في نهاية الألم. كلتا الحياتين تتجليان بالانتباه إلى الفوارق بينهما، وباكتساب المعرفة والوعي بعيش السعادة أكثر وتحمل الآلام أكثر. سيكون من الأصح تناول العلاقة بين الموت والحياة ودراستها ضمن إطار المجتمع البشري، لأنها علاقة مشحونة بالطابع الميتافيزيقي إلى أبعد الحدود. المسألة المهمة الأخرى التي تستحق التدقيق فيها بإمعان فيما يخص الحيوانات هي التغذي على اللحم، إذ يمكن لجميعها العيش بالتغذي على النباتات، بينما أكل اللحم ليس حاجة اضطرارية يتعين تلبيتها، لكن ثمة مجموعة واسعة من آكلات اللحوم، فكيف علينا إيضاح ذلك؟ قد يكون الخطر الذي يهدد الحياة بسبب التناسل المفرط عنصرا مساعدا على تحليل المشكلة. فبينما يكون التكاثر الجنسي سبيلا لضمان استمرار الحياة، فإن الإفراط فيه قد يقضي على إمكانية الحياة المتنوعة. وعلى سبيل المثال، قد يؤدي التكاثر المفرط للفئران إلى القضاء على النباتات، كما يمكن للأغنام والماعز والأبقار ومثيلاتها من الحيوانات أن تقضي على النباتات. علاوة على ذلك، ثمة تكاثر غير متوازن في عالم الطيور أيضا، ودخول الأسد والأفعى والصقر حيز العمل في هذه الحالة ليس فقط لغاية القضاء على الحيوانات الأخرى، بل يبرز كضرورة اضطرارية لإمكانية ديمومة عالم الحيوان. لذا فاعتبار مثل هذا التقسيم في الوظائف داخل الطبيعة إجحافا قد يكون له مهالكه ومساوئه، لكن ثمة توازن دقيق هنا. فإذا اختل هذا التوازن وامتلأ المكان بالأفاعي والأسود والصقور، فلن يبقى سوى عدد محدود جدا من الحيوانات الحية. من هنا فالانتظام التلقائي للأنظمة الطبيعية هو ثمرة ذكاء مذهل.